بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أعرفكم بنفسي. أنا محي النواوي، صانع محتوى قبل ما أكون كاتب. أنا اتكرمت في تونس عن المحتوى اللي أنا بقدمه. أنا بقدم محتوى اجتماعي. المحتوى اللي أنا بقدمه عن المشاكل الاجتماعية، مشاكل الأزواج عموما، الطلاق، الجواز، مشاكل التربية، مشاكل الأبناء. يمكن نفس الفكرة بتاعت الأستاذ، بس بطريقه تانية او يعني بفكر انا او باسلوب انا او يعني برايي انا. المحتوى بيتناول قضايا كتير جدا في المجتمع، مشاكل احنا بنقابلها كل يوم. وفي نفس الوقت برضو تياترو الحياه هو كتابي الاول وبيتكلم عن جزء من المحتوى. في بدايه الكتاب انا كاتب الفكره بتاعت المحتوى جات لي ازاي، الهدف منها ايه، المعوقات اللي قابلتني في صناعه المحتوى. كنت بدات صناعه المحتوى على السوشيال ميديا وعلى جميع المنصات تقريبا بمعدات بسيطه جدا. ما كانش في سيوله ماديه في البدايه ان انا ابدا محتوى بشكل احترافي. بعد كده بقى توفرت الماده وابتديت يعني ابتديت اوفر للمحتوى عشان يظهر للناس بشكل لائق وبشكل سليم. ابتديت بقى يعني اوفر المعدات الخاصه بالتصوير والصوت وكل حاجه. بعد كده بقى ابتديت مسيرتي في رحله صناعه المحتوى. عملت تقريبا حلقات كتيره قوي خاصه بالطلاق، خاصه بالزواج، مشاكل الابناء، سلبيات السوشيال ميديا. وفي نفس الوقت كتبت الفكره وكتبت رسالتي في كتاب تياترو الحياه، بس باسلوب تاني وبطريقه تانيه. كتاب تياترو الحياة زي ما قلت لحضراتكم هو كتابي الأول. بيتناول قضايا كتير جدا، منها العلاقات السامة. كتير مننا بيدخل في علاقات سامة أو علاقات مؤذية ممكن تسبب له أثر في حياته، وبسبب العلاقة اللي احنا ممكن ندخل فيها ونتخدع فيها ممكن يحصل لنا مشاكل كتيرة بتسيب أثر في حياتنا طول عمرنا ما بنعرفش نتخلص منها. المشاكل دي في بعض الاخطاء احنا بنقع فيها بنفضل طول عمرنا ندفع ثمنها، لان في اخطاء ما بنعرفش نصلحها وما بنعرفش نخرج منها بسلام غير لما ندفع الثمن، والثمن بيبقى غالي قوي. فده بالنسبه للفصل او الجزئيه بتاعت العلاقات السامه. في فصل تاني بيتكلم عن الشخصيه الوهميه. الشخصيه الوهميه يعني تقريبا فيها صفات قريبه من الشخصيه النرجسيه. الشخصية الوهمية بتبقى بترتدي أقنعة كتيرة جدا، ويمكن اللوجو اللي على الكتاب أو الشكل اللي على الكتاب هو فعلا، يمكن أنا شكرت أستاذ أحمد فؤاد عليه إن هو فعلا يعني بيعبر عن المحتوى في الكتاب، لأن الكتاب بيتكلم عن شخصيات كتيرة جدا. الشخصية الوهمية كتير بنقابلها في حياتنا. شخصية قادرة إن هي تتلون، ممكن يبين لك ان هو طيب، ممكن يبين لك ان هو شخص ايجابي جدا، ممكن يبين لك ان هو حد ما فيش زيه اتنين في المجتمع. وده منتشر، احنا بنشوفه كل يوم في الشغل، في النادي، مع اصدقائنا. لو دخلنا في علاقات عاطفيه ممكن نتخدع فيه. فالنوعيه دي من الناس بتخدعنا فعلا باساليب كتيره جدا هم بيتبعوها. بعديها طبعا انا يعني كل مشكله او كل شخصيه انا اتكلمت فيها عن الكتاب بوجه لها رساله معينه، بحيث ان هو يبعد عن الطريق اللي هو ماشي فيه، سواء بقى في خداع الناس او في ان هو بيحاول ان هو يكذب عليهم او وما شابه ذلك. يعني في الشخصيه النرجسيه، يعني الاثنين قريبين من بعض. الشخصيه النرجسيه دايما بيبين لك ان هو مفيش زيه، دايما عايز يفهمك ان انا اللي عارف كل شيء وانت مش عارف اي حاجه. خصوصا كمان ان حتى لو هو غلط وهو بيبقى عارف ان هو غلط من جواه، لكنه بيفضل يماطل ويقاوح ان هو ماشي في الطريق الصح والطريق السليم. وبرضو ذكرت في الكتاب عن رساله للشخصيه النرجسيه وطريقه التعامل معاها. في فصل بعد كده اللي هي فترة الخطوبة، اتكلمت برضو عن المشاكل اللي بتحصل في فترة الخطوبة وعدم المصداقية من الطرفين.
ان كل طرف بيتجمل طول فتره الخطوبه او اول كام شهر تقريبا. كلنا بنتخدع في يعني لو انا متقدم لبنتي ولد، او انا خطبت مثلا بنت، فالكل في البدايه بيظهر الجانب الايجابي منه. فده بيسبب مشكله ان احنا ما بنكونش واضحين من البدايه، ما بنكونش عندنا صراحه وصدق من البدايه، وده بيعمل مشاكل بعد ما بيتم الجواز ونبتدي نعيش تحت سقف واحد. بتبتدي الشخصيات الحقيقيه تبان بعيوبها بقى بكل حاجه. فده طبعا بيمثل مشكله كبيره جدا في مجتمعنا، ان مفيش صدق، مفيش صراحه، مفيش مصداقيه، مفيش وضوح. في مشاكل كتيره جدا بتحصل في فتره الخطوبه، والمفروض ان كل طرف من الاطراف سواء البنت او الولد يصارح الطرف الاخر بكل العيوب اللي عنده قبل المميزات، لان العيوب هي اللي بتعمل مشاكل بعد الجواز، سواء عيوب ماديه، مشاكل مشاكل اسريه، اي نوع من انواع المشاكل او اي نوع من انواع الاوضاع العامه للشخص لازم يوضحها للشخص الاخر عشان يبقى فيه مصداقيه ويبقى فيه صراحه من بدايه العلاقه. فاتفضلي يا فندم. ليه شفناها انه في حد ممكن يتكلم عن عيوبه، تمام؟ مش اكتر ما هي المفروض تكون ان كل واحد بيتعامل وليكن على طبيعته وشرفه وحب الشخص اللي قدامه وغلط فيه، بس فجأة بعد مواقف كتير جدا بعد الجواز بيفقد الشرف، بيفقد حاجات ناقصة، فبيبدأ يظهر عليه رد فعل لحاجات هو ما كانش متوقعها قبل كده. يعني مش تمثيل بقى وكذب وحاجات من دي. ليه ما نقولش مثلا ان كل واحد فقد نقطة معينة بدأ يدي رد فعل للحاجة اللي بتقدمه. ما هو قصد حضرتك وصل لي، او المقصود ان من كلام حضرتك وصل لي. مش اكتر ان احنا نكون حابين بعض، حابين ندي مشاعر واهتمام وكل حاجة. بعد الجواز في حاجات تانية كتير تدخل علينا. تمام. تاخد من طاقتنا، من بيوتنا، اشخاص تانية تبدأ تتدخل حاجات ردودك عنك بتختلف، بس ده مش معناه ان كان فترة تمثيل. لا، هي كانت فترة حب وحياة وحاجات احنا مصريين خالص لسه بكره هيحصل، لا حاجة تانية خالص. تمام. لا، هو في انا بكلم حضرتك من ناحيه المصداقيه، لان في اطراف كتيره بتحاول تظهر الجانب الايجابي. فانا المفروض احاول اظهر عيوبي الاول عشان اشوف الشخص اللي قدامي هيقدر يتقبلها ويتعايش معاها ولا لا. هي دي الفكره. لان بعد العيوب كل العيوب تقريبا بتظهر بعد، يعني العيوب الاساسيه او طبيعه الشخص اللي قدامي بتظهر بعد خلاص عايشين مع بعض عيشه فعليه. تمام. طبعا مع ضغوط الحياه بقى مشاكل ماديه بتحصل بعد الجواز، او مشاكل فكريه، او مع كل واحد ليه فكر وكل واحد ليه اسلوب ودماغ معينه وطريقه فكر بيفكر بيها. فلو هنتكلم ان الموضوع بيبقى ضغوط الحياه بس زي ما حضرتك قلتي، او بيبقى جزئيات معينه هو افتقدها بعد الجواز، لا هو مش هي، يعني هي مش قاعده. هو ممكن يحصل بعض الاهمال من اي طرف للطرف الاخر، بس ما بيسببش مشاكل جسيمه زي المشاكل اللي انا بقول لحضرتك عليها دي. هي ممكن تسبب مشاكل، مفيش مشكله، انا ما اختلفتش، مش هختلف في الراي مع حضرتك، بس مش هتبقى بنفس حجم المشاكل اللي فيها عدم مصداقيه. بس اتفضل. هل حضرتك عشان تأثر في حياتي هل اعتمدت على وجهة نظر دكاترة نفسيين، حالات نفسية شائعة، حاجات اتعاملت معاها، ولا اعتمدت على وجهة نظرك فقط بناء على خبرتك في الموضوع؟ لا، هو قبل ما يكون خبرتي انا ووجهة نظري انا، فهو من الواقع اللي احنا عايشين فيه، ومن التجارب اللي الناس عاشتها تقريبا من الاصدقاء، وفي بعض الدكاتره النفسيين زي ما حضرتك قلت لي استشرتهم طبعا في الموضوع، ووضحوا لي بعض النقط هو اللي انا بنيت الفكره عليها. يعني حضرتك بدأت تعتمد على وجهة نظر مختلفة عشان خاطر تنقل الموضوع. بالظبط. لا، مش وجهه نظر، مش القصه، مش وجهه نظر مختلفه، القصه اللي انا شايفه في الحياه عموما. يعني الفكره احنا الموضوع كله واضح، الفكره كلها واضحه، المشاكل كلها واضحه، الخلافات كلها واضحه، الافكار المختلفه كلها واضحه. فاحنا مش محتاجين ان احنا انت لما بتشوف المشاكل دي كلها قدامك
فبيتكون عندك انت وجهه نظر في الموضوع معينه، وبتبقى عندك وجهه نظر في حلها برضو بطريقه معينه. حضرتك فاهمني؟ يعني انت شايف اللي بيحصل ما في العلاقات ما بين مشاكل في عدم المصداقيه او كذب او تمثيل او كل ما هو ما شابه ذلك، فانت بيبني عندك فكره معينه مع استشاره الاطباء. طب مثلا طبعا فبيبقى عندك فكره معينه او قضيه معينه انت عايز تتكلم فيها وشايف ان ده الحل، فبتطلع تقول رايك فيها بس. فهي الفكره جات لي من هنا. تناولت الايجابيات والسلبيات ولا بتسمع؟ انا طرحت المشكله حضرتك وطرحت الحل بتاعها في نفس الكتاب، يعني المشكله نفسها كتبت عنها بكل اللي انا قلته وكل ما سبق اللي انا قلته، وطرحت الحل في حل المشكله. كل مشكله او كل شخصيه انا كتبتها في الكتاب طرحت الحل ليها وطريقه التعامل معاها هتكون ازاي. هي دي الفكره. اتفضل. اكتر مشكله زهقتني فيهم هي الشخصيه النرجسيه والشخصيه الوهميه بصراحه. بس شكرا.